سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جيتكم بوصفه جديده، وصفه تاع مسكوته بزاف سهله وبنينه وتجي اسفنجيه. نبداو بالمكونات وطريقه التحضير. في ريسيبيون ديري 4 حبات تاع بيض يكونوا كبار، الا مشي كبار ديري 5. زيدي لهم قرصه تاع ملح، من بعد بداي تخلطي فيهم حتى تبدا تتشكل لك هذيك الرغوه. زيدي له كاس تاع سكر موان ان دوا وديريه على 3 دفوعات، بداي تخلطي حتى يتضاعف الحجم تاعو ويتبدل اللون. زيدي نفس الكيل تاع الزيت، كاس موان ان دوا، وعصري 3 حبات تاع مندرين وصفيهم وزيديه للخليط تاعك. شوفوا غادي يمدلها واحد البنه بزاف بنينه، هي تقدروا تستخدموها بالتشينا بصح بالمندرين احسن. وزيدي 4 كاس تاع الحليب، خلطي كل شيء مع بعض. من بعديها زيدي مغرف صغيره تاع لافاني ومغرف كبيره تاع خل، خلطي ثاني وتقعد لك غير الفارينه بداي تزيديها تدريجيا مع 2 اكياس تاع خميره كيميائيه، وبداي تخلطي حتى لوين تتحصلي على قوام يكون يعني ما هو ثقيل ما هو خفيف. وحاجه اخرى انا هنا زدت لها الزز تاع تشينا باه نعزز ذوق البرتقال، يعني حوالي 2 مغارف صغار. من جهه واحده اخرى تكوني موجده المول تاعك اللي غادي تفرغي فيه الخليط، ادهنيه بالزبده والفارينه. انا استخدمت المول تاع البيركس هذا كبير، ديجا انا المول كبير وجاتني عاليه شويه بصح جات علامه. المهم فرغي فيه الخليط تاعك، خبطيها هكا 2 خبطات باه يتنحاو هذوك الفقاعات، وزيدي كملي بالكوردون باه ما تجيكش هكا عاليه شويه من الفوق. المهم دخليها طيب واحد النص ساعه ولا حتى 40 دقيقه، انا شدت لي نص ساعه. من بعد حمرتها من الفوق وخرجتها. من بعد ما كانت بردت حكمت شويه تاع نيستلي وبديت هكا ندير خطوطه من الفوق. شوفوا يا خوتي واحد البنه بزاف 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 بنينه. وسيرتو لي هكا اذا زعما درتوها مع لاتاي ما تشبعوهاش، تضربوا نص البلاك كي السلام عليكم. المهم هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وإلا سيتوها اكتبوا لي في التعليقات كيفاش خرجت لكم. والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده.